يا ترى ممكن فعل واحد بسيط يكون نابع من ضمير صاحي يغير شكل التاريخ كله؟ الحكاية النهاردة عن تفاحة، مجرد تفاحة واحدة كانت هي البداية لإرث علمي وفقهي عظيم فضل عايش لقرون وقرون. خلينا كده نبدأ بالسؤال ده. تخيلوا معايا للحظة إن تفاحة واحدة ممكن تكون هي السبب في تغيير مجرى التاريخ. حكايتنا النهاردة بتبدأ من هنا، من سؤال عن التقوى وعن الجوع وعن مصير أمة كاملة. بطل قصتنا هو شاب صالح وتقي، لكن كان فقير جدا. وفي يوم الجوع وصل بيه لمرحلة خلاص ما كانش قادر يستحملها. وهو ماشي في طريقه لقى نفسه قدام بستان تفاح شكله يفتح النفس ومليان خيرات. الجوع كان زي ما بنقول بيقرص في معدته، فما قدرش يقاوم خالص. مد إيده وقطف تفاحة واحدة بس، يدوب تفاحة تسد جوعه وتديله شوية طاقة عشان يقدر يكمل. يعني كان فعل بسيط قوي، دفعه الأساسي هو غريزة البقاء. لكن أول ما إحساس الجوع راح، بدأ إحساس تاني أقوى منه بكتير يسيطر عليه، إحساس تأنيب الضمير. فجأة سأل نفسه إزاي ياكل حاجة مش من حقه؟ معرفش يفضل ساكت، وقرر في لحظتها إنه لازم يلاقي صاحب البستان ده ويطلب منه السمح. ولما الشاب لقى صاحب البستان وشرح له اللي حصل وطلب منه السماح، كانت الصدمة الكبيرة. الرد كان قاطع وحاسم وما فيهوش أي نقاش: والله ما هسامحك، ده أنا كمان خصيمك يوم القيامة. تخيلوا الموقف، شاب بيطلب السماح على تفاحة، لقى نفسه قدام خصومة هتستنى ليوم الدين. الشاب طبعا متخضش ومشيش، لا، ده فضل يتوسل لصاحب البستان، وفضل قاعد مستني قدام بيته ساعات وساعات، لدرجة إنه عرض عليه يشتغل عنده خدام ببلاش طول عمره، بس في مقابل إنه يسامحه. هنا بقى صاحب البستان لما شاف صدق الشاب ده وإصراره، عرض عليه شرط واحد بس كان شرط غريب جدا عشان يسامحه. الشرط كان: هسامحك بشرط واحد بس، تتجوز بنتي. أكيد في اللحظة دي الشاب حس بأمل، جواز، ممكن دي تكون بداية جديدة وحياة كريمة. لكن كان لسه في تفاصيل مهمة جدا هيعرفها. صاحب البستان كمل كلامه وقال: بس استنى، بنتي دي عمياء وصماء وكمان بكماء، وفوق كل ده مقعدة ما بتتحركش من مكانها. هنا بقى كان الاختبار الحقيقي، الاختيار بقى بين إنه يفضل عايش بتأنيب ضمير عشان تفاحة، أو إنه يربط حياته كلها بمسؤولية ضخمة وصعبة زي دي. وبشكل يورينا قد إيه تقواه وخوفه من ربنا كانوا عظيمين، الشاب وافق على طول. اختار إنه يتحمل العبء ده في الدنيا على إنه يقابل ربنا وهو عليه حق لإنسان. قراره ده كان هو نقطة التحول في كل حاجة. وش يوم الفرح، الشاب كان رايح وهو حاسس إنه شايل هموم الدنيا كلها فوق كتافه. كان بيجهز نفسه نفسياً إنه هيقابل زوجته اللي سمع عنها الأوصاف الصعبة دي، وطبعاً قلبه كان حزين ومقبوض. لكن اللي حصل كان مفاجأة هزت كيانه كله حرفياً. لما دخل الأوضة، بدل ما يلاقي الصورة اللي كان رسمها في خياله، لقى بنت في جمال البدر. قامت ووقفت على رجليها ومشيت ناحيته وسلمت عليه. إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي؟ طبعا الشاب كان في حالة ذهول كاملة ومش فاهم أي حاجة. وهنا العروسة فهمت الحيرة اللي هو فيها، وبدأت تشرح له حقيقة الأوصاف اللي أبوها كان قايله عليها. الحقيقة كانت مذهلة، هي فعلا عمياء، بس عمياء عن النظر للحرام، وبكماء لكن عن قول الحرام، وصماء بس عن سماع أي حاجة حرام، ومقعدة لأن رجليها عمرها ما مشيت خطوة واحدة في طريق الحرام. كل صفة كانت مجاز عن تقواها وعفتها، مش عن عجز جسدي. وكملت كلامها وقالت له إن أبوها كان بقاله فترة بيدور لها على زوج صالح، فلما لقى شاب بيعيط وخايف من ربنا بسبب تفاحة كلها وهو جعان، قال لنفسه: اللي يخاف ربنا في تفاحة ده أكيد هيخاف ربنا في بنتي. الاختبار كله كان مجرد طريق عشان يطمن عليها مع زوج يتقي فيها. وطبعا جواز اتبنى على أساس قوي زي ده من التقوى والنزاهة، كان لازم ربنا يباركه. وبالفعل بعد سنة الزوجة الصالحة دي خلفت ولد، طفل كان ليه شأن عظيم جدا في تاريخ الأمة الإسلامية كلها. والسؤال المهم هنا، يا ترى ممكن نخمن مين هو الطفل ده؟ مين الشخصية التاريخية العظيمة اللي كانت ثمرة الزواج المبارك ده؟ الطفل ده كان الإمام أبو حنيفة النعمان، واحد من أعظم أئمة الفقه الأربعة في الإسلام، ومؤسس المذهب الحنفي اللي بيتبعه مئات الملايين من المسلمين حوالين العالم لحد النهاردة. كل الإرث الفقهي والعلم العظيم ده كانت بدايته تقوى شاب خاف ربنا في تفاحة واحدة. القصة دي بتورينا إن المكافأة الحقيقية للنزاهة مش بس راحة ضمير،
لا، دي ممكن تكون إرث يغير العالم ويمتد الأجيال وأجيال. فعل أمانة بسيط جدا زرع شجرة من العلم والخير. وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال أهم: يا ترى إيه هي الثمار اللي ممكن تطلع من أفعالنا الصغيرة اللي بنعملها النهاردة وممكن تغير وجه المستقبل بكرة؟